لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزن خوش حالم لواني هشتو تسلويك لواني كان تفسير قرآني بيروز بيمو خزمتان ومبست رزامن دي رب العالمين وهي دارم ايوه ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. برخوش ويستان كلواني رابج لخزمة دوات بيروز دابوين كرب العالمين دفر مكاتي كوا بيان قتلا ببني إسرائيل كوا بسنا أو شارو تيدا نشتزيبن وكلوا منها حيث شئتم إترلي بخون لا بروبومو لا أو بيتو بركتيك ولا بيت المقدسة بهر شيبيك لهر كاتش ويستان وبلين حطة واتا خوالي قلنا كالما خوشبة وادخلوا الباب سجدا وكاتك ودسنا أو شار خواي قولا نصرتان ددا بسوز دا بردنو ملكتسيلة بو خوابرون نغفر لكم خطيئاتكم لقناه تاوانا كانتان خوش دبين سنزيد المحسنين إيتر أواني محسن ساكا كان زياتريان بيدا بخشين. الله وكل تفسير مع أجدر اسكنوا هذه القرية أي ادخلوها مقاتلين في سبيل الله برون قتال بكن لبينا إخوائي قولوا فتحي أو شارب كان واسكنوها أنقوب بتسن لوندرين اشتجيبن بدل أهلها الذين سننصركم عليهم أنقوب بتسن اشتجيبن لوندرين لزيقاي أو قومك آمن أنقوب بسديخين لسر أوان كاتك هلا معجلة فهم الدخول باللزوم العقلي لأن السكنة لا تحصل كاتك خوي اسكنوا هذه القرية كاتدلي أو عبارة تسيل وردجيري يعني عقلا أو لازم لي وردجيري أو كوا لي تيدقي كوا برون ناوي أو زا نشتجيب لأن السكنة لا تحصل إلا بعد الدخول نشتجيبون لأن نابي حتى وكو داخلي دبن بتشيويش قتالا في سبيل الله والانتصار على أهلها لكاتك دا كوا بقتال وبجهاد كردن دسن داخل دبنو فتح دكن أو زا سركوتن بدز دينو نشتجي دبن لوين دري. وجاء التصريح بالدخول دون السكنى في النص الذي جاء في سورة البقرة يتر لسورة البقرة في البيت قل ندخل هذه القرية كاتب بالفعل خير فرمي برون داخلي بن درجة اسكنوا لباش داخل أوزا كسركوت مدزينا أوزا نشتجيب لوي. وسبق في التمهيد أني لم أجد دليل قوي على تعيين اسم القرية التي أمروا بدخولها ضل وكل بيش وجباس مانكر كزور بين مفسرين طبعا دلين إيليايا بيت المقدسة ضل من هيزب الجيش بقوة من الدوكا بالضبط أو قرية كاملة كخوي يقول فرمان كريه بسن لوين دل نستجيبن ياخذ بابلين دفاع باب جهاد بكن داخلي دبن نصرت بدزن اسكنوها ضل من هيزب الجيش بهزم بدزنا كده بالضبط تعيني أو زجاجك يتر أزوك نسيتي أريحاية آية قدسة مدينة الخليلة ياخذ هريق لو شان مهم لا بيت المقدس لا ولاة الشام. وكلوا منها حيث شئتم لا تفسير قاسمي ضلي أي لا تفسير السعدي ضلي أي قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العيش كانت أو شاركة خوي ورد فرين برون لوين يستجيبن شاركة دارو باري زورة برو بوميشي زوري هي جيانيشي خوش تيداد جيان فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءوا لو إذا فرمي الله هرچيان داري
ويستان لي بخون لهر چندر ويستان كواتا هموي باغ باغاتا وكلوا منها حيث شئتم وكل معارج دلي هذه العبارة تدل على أن الله عز وجل قد أباح لهم مع سكناها أن يأكل من ثمار وأرزاق هذه القرية في أي مكان من أمكنتها شاءوا كواتا وعبارة بلغير سروي كوا هروك خواي قول لبواني إباحة كر لبواني باب الحلال كر كوا بسن لأن نشتجيبا وهروها لهر شتيق لهر بروبوم لهر زيقاق لو لاتا ولو شاري كوا هموي بروبوم وباغاد بوا لهر چندر دخون لي بخون لا سورة البقرة هذه فكلوا منها حيث شئتم رغدا دليل وين دري كذا فرمي رغدا دلت هذه العبارة أن الله أباح لهم أن يأكل من ثمار وأرزاقها عقب دخولها فاتحين لها كوات اللي وين دري كلا بداية كذا فرمي ادخلوا هذه القرية كوات اللي داخل بونتان هل دواي داخل بونتان كاتك فتحي دا كان با يارمتي خوي سبحانه وتعالى لبربوا مكي بخون وقبل أن يستقروا ساكنين فيها كتسون داخل بون لباش وين صرتا مدسنا يتل رزقكي بخون كيشتا تيدا نشتجيش نبوينا وأنهم سيجدون فيها رزقا كثيرا واسعا يتر رغدا بلغير سركو رزقك يكزار فراوان لو اندري دبين نوا إنزال لدوا وشكوا ساكنيش دمن لو اندري سكناش دكان واتوا لو اندري نشتجيش دمن هندا زور لو بربو مهر بخون وقولوا حطة وكل تفسير قاسم أي قولوا حط عنا ذنوبنا واتبلين خير فيري عندك أبو الشوي لخواج بارينو أي حط عنا ذنوبنا يا ربي خوايا لقناها كانش من خوش بو لسن من رشكوا وقيل أمروا بكلمة إذا قالوها حط عنهم أوزارهم كواتا حطة أي حطة عنا ذنوبنا خوايا قناها كان من لي لا بدو دارنينا ياخذ دفرمي فرمانه فكره هر كلمه كلا خواي قولوا فرمانه فكره او كلمه بلنت او كليتان خوش بين سبحان الله وادخلوا الباب اي باب القريه وبرون لدرجاي شارك اليوم بس نجوري وادخلوا الباب سجدا اي امروا بان يدخلوها بالتواضع فرمانه فكره كوا بالتواضع وبملكتيه وبسن داخلي او شارم كخواي قولوا نصرتيان دا وكان ذلك شرطا في قبول فعلهم كاتك وابا ملكتي درون او مرجك لبقبول بوني جهاد كارو كردو كانتان وكل تفسيري سعدي دلي وادخلوا باب سجدا اي خاضعين لربكم مستكينين لعزته كاتب بو سجود بردنا بو سجد بردنا كوادس نجوره ملكتيني شاندن لبو خواي قور سبحانه وتعالى برانبر بعزتي خوا أو برزليلي دنوينن شاكرين لنعمته أو برشكران بجير دبن برانبر مناز نعمتكاني فأمرهم بالخضوع فرماني فيكردن بملكتي برون وسؤال المغفرة ودواب كان خواي قور ليتان خوش بي ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل لبرانبر دا قرواب كان خواهي يقول لقنا كان خوش دبي وباداشتي دنيا وقيامتهم بيدا بخشي لما عارج دلي وجاء في سورة البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة لو اندري دفن وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة في تقديم الأمر بدخول الباب الساجدين على الأمر بأن يقولوا حطة كاتل سورة البقرة يا كم زاد دفرمي بس دبردنا وبس نجوري أو زبلين حطة لما خوش به بلام لسورة الأعراف دفرمي باب كم زادت مقولوا حطة وادخل باب السجدة يعني باش بيشكرة ولا قال سورة البقرة والدلالة التكامل بين العبارتين كواتا لا دلالتي أو كلي ولا جيري كبكاملي قصدي كتابجين تفيد عدم وجوب الترتيب بين التكليفين كواتا أو ترتيبا كم زاد بسوز دبردن برون أو زاد ببلين حطة يأخذ كم زاد ببلين حطة أو زاد بسوز دبردن برون كواتا مرزنب ولا سريان إلا بو ترتيب برون فهر كامي بي اعتيادية وعدم وجوب القيام بها مقترنين ولسريشنا وازمنا وكهردك بيكوب كان بل الواجب القيام بهما دون إلزام بترتيب أو اقتران كواتا واجب ولا سريان
هردو واجب بزيبقين هم بسوزدة بردن هم ببلين حطة وقولوا حطة لقنا كان ما خوش با إيتر كامل بيش ديخن إشكال إغنية شرطيشنية بيكوا هردوشي أنزام بدن. وفي قولهم هذا اعتراف منهم بذنوبهم كاتك وأخوي يقول فرمانا بيدك بلين حطة أو أنجد بلين حطة واتلقنا كان ما خوش با واتوا اعترافه لا خويانا وبقناها كانيا عند نصر الله لهم على عدوهم لو كاتك وأخوي قوله نصرتي داينة لسدج من كانيا وثناء على الله عز وجل منه قد تفضل عليهم بالنصر وهم يستحقون العقاب على ذنوبهم كاتوا ثناءك مدحك حمدك لبخوي قول سبحانه وتعالى كهرتسند إما جناح بارين مستحقين بجناح كان من سزا بدرين بلان خوي قول فضل قل كردين كوا نصرتي شيدين دي خوالة جناح كان من خوجبه نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين توكل سورتي لا تفسير سعدي ضلي كاتك واتنكر نغفر لكم خطيئاتكم لو قلنا كانت خوش دبين سنزيد المحسنين وهروا كساني شي تاككار زياتريان بيدا بخشين من خير الدنيا والآخرة بيز قالوا لي خوش بنا أو خير دنيا وآخرة زياتر وزياتر بيدا بخشين زكاتك وتمشادك كفعلا أو فرمانة كبوان كرا أجيب زيان كريانا طبعا وكل آتيوات تدفر جيب زيانك برانت مشادك رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتك وفتح مكة ذاك وكل السيرة ذاك باسي ذكرته بتشيك بو بري ملكة سيلة بو خوا سبحانه وتعالى كأو بري قوة عزة الشب بو بري ملكتي سري هنددان وان دبو لسر بشتي حشتركي هنددان وان دبو دفر من نزيق بو لرحلكي وتا هنددا عنوان دبو كبريت تمابو لبو خوا سبحانه وتعالى بو بري تواضع عنوان دن لبو خوا داخل مكبو سبحان الله بلام اوان تيانكر فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم بلام او ظالمانا اوي كوا فرمانيا بيكرابو كوات الذين ظلموا منهم اواني كوا ظالم بلنا او بني اسرائيل اوي كوا او قولي فرمانيا بيكرابو بلين اوان غوريان غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء خير من سزايك من الاسمان ونار السريان بما كانوا يظلمون بسبب او ظلم كوا كرديان وكل تفسير قاسم فبدل الذين ظلموا منهم لتفسير سعدي اي عصوا الله واستهانوا بامره اواني كوا سربيتي خوايان كر اواني كوا فرماني خواي قوريان بسوكو تمشاكر فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم وكل تفسير سعد ضلي فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم حطة كاتك ولا الدبواب لن حطة وخالي ما خوش به أو أننا نقول حطة نقول حبة في شعيرة باستهزاوة دنك بابلن لجات ويبلن حطة وتلقنا كان ما خوش نقول حبة في شعيرة وتدنكك لا شعيرة كواتا استهزاء أصلا بفرمان خواي قول ذكر وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته كاتك أو قولش هانت آسان بخواي قول فيري كلمة حطة وتلقناها كمان خوش با أوان لقل أو آسان كارش أو زقوريان فدبديلهم للفعل من باب أولى كقول كان قوري يك كلمة يا خواي قول دفرين بيلن تاكلتان خوش بين كواتن كأوان قوري طبعا فعل كشبه ماشي ومن باب أولى أوي شان قور كخواي قوله فرمان بيكربون بسوز دا بردنو بسنا أو شاروا أولاد كوارسرتان دين ولهذا دخلوا وهم يزحفون على أستاههم سبحان الله بشرك بينا لزياد سوز دا بردن دخلوا وهم يزحفون على أستاههم لسر عيب نبي لسرقون دخشان يعني عكس سوز دا بردن لزيات من حطة دانو حبة في شعيرة باستهزاء لزيات بسوز دا بردن بعكس ولا سرقون دخشان دس نجوي سبحان الله وكل التفسير مع أجداره هو العمل بخلاف أقوال الله وأقوال أنبياء ورسله التكليفية كواتا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم إن يعني فعلا قول كان قوري كالذي يقولون حطة قلت يعني حبة في شعيرة وكل حديث شاتع وهروها أوجد قريتوا
العمل بخلاف قول الله ورسوله كذا وكذا بخلاف ويكوا خواهي قول فرمان بيك لذات ويكوا بفعلي سوز ديبا وكتمان بعكس وبوشيوي سون فأرسلنا عليهم كاتك وانجوانكر وكل تفسير سعيد الله كاتك وينكر إيمش نادمان السريان كاتك ومخالفين فرماني خواه وبيغنبري خوانكر رجزا من السماء رجز بمعنى عذاب دي من السماء أي عذابا شديدا عذابش بيشو آزارات سريان يعني تطاعون بو يعني غيري ولا عقوبات كان آسماني بلام لقال أوش وما ظلمونا وما ظلمهم الله بعقاب إنما كان ذلك إتر بما كانوا يظلمون بسبب أويكوا أو ظلم ينكر بما كانوا يظلمون أي يخرجون عن طاعة الله إلى عصيانه بسبب أويكوان ظلم ينكر بويكوا لطاعة خوادرتون برو عصيان من غير ضرورة إلجائهم ولا داعي دعاهم ببيوه ضرورة كبيت كان زار الإنسان تكاليف كانت وأنزي وزيب كاتن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بلام كوان نكهدنا ينكر تبديليش ينكر ببيوه ضرورة بيت بيشان أدي تسبو سوى الخبث والشر الذي كامنا في نفوسهم خباستك والشر يقولنا نفسيا كواهبو إتر نأوف أو قولي فرمانيا بيكراب بلين قتيان نأوف عليك فرمانيا بيكراب كوبسوز دبردن قوريان إتر خواي قورش عذابي نادى سريان تحديد نكرة عذابك مهم خواي قور سزاي نادى سريان بسبب أو ظلمي كواكرديان خوابنا من ده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون